يا مساء الفل، يا صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة هنعمل صينية جلاش تحفة جدا، صوابع خطيرة هتعجبك اوي. عندي لفة جلاش، عندي نص كيلو لحمة مفرومة، عندي سمنة سايحة، وعندي جبنة موتزاريلا، وعندي بيضة خفقاها بكوباية لبن وملح وفلفل اسود. هاخد كل ورقتين جلاش وهدهنهم سمنة، واحط بقى اللحمة المفرومة على طرف الجلاش زي ما انت شايفة كده. عايزه اقولك الصوابع دي هتطلع خطيرة جدا، واحلى كمان من الصينية اللي احنا بنعملها اللي بتقسم مربعات. جربيها خطيرة. انا بالنسبة لي اللحمة المفرومة بحب اكتر فيها البصل، بتدي اللحمة المفرومة طعم مسكر كده خطير البصلاية. انا حطيت هنا فردت اللحمة المفرومة، هحط عليها شوية من الجبنة. ما عندكيش جبنة عادي مفيش مشكلة خالص، من غير جبنة برضه هتطلع زي الفل وحلوة. بس هلفها بقى رول عادي جدا، ولو اتقطع منك عادي برضه مفيش مشكلة. هتشتغلي زي ما انت شايفة كده، كل ده هيتدارى ولا في اي حاجة خالص. بس كل ورقتين هنشتغل بيهم بنفس الطريقة، وهجيب صينية وهفردها رول زي ما انت شايفة كده. لو لقيتي الطرف بتاع الجلاش ما فيهوش حشو شيليه زيادة، مش مشكلة خالص، عشان ما ايه ما يبقاش طويل على الصينية لو الصينية بتاعتك صغيرة، مادام ما فيهوش حشو. بس كده ادي الرول بتاعي اتقفل، دهنه بالسمنه، وبعدين احطه على طول في الصينيه واشتغل بقيه لفه الجلاش كلها كده زي ما انت شايفه. احط اللحمه المفرومه وعليها جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، جبنه رومي، مفيش جبن خالص عادي برضو هتطلع زي الفل وجميله. بس كده، وهتقسميها برولات، كل واحد هياخد صباع كده. خطير خطير خطير، هتعجبك قوي قوي قوي. بتخلصي بقى بقيه اللفه كده زي ما انت شايفه على حرف الايه، قبل الحرف كده بشويه تسيبي 5 سنتي كده زي ما انت شايفه كده، وتلفيه بالراحه خالص، الدنيا تبقى حلوه قوي. بس هترصي الصينيه بتاعتك الرولات ديت زي ما قلتلك. لو لقيتي الاطراف ما فيهاش حاجه شيليها خلاص، ما لهاش لازمه. بس انا حطيت هنا هو على فكره السمنه على زيت علشان تورق وتبقى حلوة. بس كده هتلفي بقى بقية الجلاش كله بنفس الطريقة ديت. اهو بصي، انا بقولك الطرف اللي انا حسيت ان الطرف ده فاضي خلاص انا هشيله، ملوش اي لازمه، مفيهوش اي حشو، شوفي فاضي مفيهوش حاجه. بس هلف كل لفه الجلاش كده زي ما انت شايفه بالرولات، وهرصها كده على قد ما الصينيه بتاعتك ما تاخد. وبعدين بكفي ايدي كده على حسب الصوابع، تقسيمه الصوابع اللي انت عايزاها. انا قسمتها بكفي ايدي اهو زي ما انت شايفه كده، هقسمها صوابع صوابع. بس وهدلق عليها طبعا كوبايه اللبن والبيضه او البيضتين على حسب حجم البيضه بتاعتك صغيره ولا كبيره، ونسيبها تتشرب البيضة واللبن. اهو بصي قسمتها اهي، خطيرة جدا جدا جدا، جربيها. احلى والذ من الصينية. سبحان الله، الصينية بتبقى ليها طعم، صوابع ليها طعم، كل تقسيمة بيبقى ليها طعم في الاكل. سبحان الله فعلا يعني. بس هرش عليها اللبن اهي، وهسيبها تتشرب خالص. سيبيها تتشرب يعني قد 10 دقايق ربع ساعة كده، وحمي الفرن بتاعك كويس قوي على 180 درجة 200 درجة، وسيبيها على الشبكة تتحمر وهتبقى خطيرة. بصي ادي كده اتشربت خلاص اللبن والبيض بتاعي زي ما انت شايفة كده. هدخلها الفرن وهتطلع تحفة. شوفي خطيرة خطيرة خطيرة، جربيها هتعجبك جدا جدا. شوفي اللون وشوفي الحلاوة، تحفة قوي اهي. بعد كده بقى وقت الاكل بتقسميها عادي، اللي احنا الخطوط اللي احنا عملناها دي خطيرة قوي. جربي الوصفة ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في وصفة جديدة ان شاء الله، وباي باي.